السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا أحلى إخوات في الدنيا، وكل الشعب المصري وكل الأمة الإسلامية يا رب بخير. وكل حبايبنا كلهم يا رب في كل الدول العربية يا رب كلكم بخير يا رب. اللهم بلغنا رمضان يا رب، اللهم آمين. كل سنة وانتم طيبين ويا رب يعود عليكم الأيام بخير ويجي علينا كلنا رمضان كده يا رب واحنا في أحسن حال. معاكم اماني من قناه اكله هنيه مع اماني. النهارده باذن الله هنعمل الفوليه، الفول الاخضر الجميل بتاعنا. اكله حلوه قوي وبجد ما شاء الله الله اكبر، غنيه جدا بالفيتامينات وكمان بروتينات، وفيها كميه يعني فيتامينات عالية جدا ما شاء الله الله أكبر. فعلا عايزة أقول لكم من الحاجات، من الخضار اللي المفروض نستغلها في الموسم بتاعنا، وكمان ممكن نخزنها لو احنا حابين نخليها عندنا موجودة عندنا ومتوفرة عندنا. بجد عايزة أقول لكم الفول حلو قوي ومستوي وكمان عامل زي الزبدة، والشوربة بتاعته فعلا جميلة. تعالوا نشوف الطريقة. أول حاجة معانا الفول زي ما انتم ما شايفين كده. الفولة بتبقى فولة كبيرة حقنا زي ما انتم شايفين، طعمها حلو وتكون زي ما انتم شايفين ما شاء الله. العود الفول كده ماسك نفسه مليان من جوه. بتفزقيه كده زي ما انتم ما شايفين. بنطلع كده واحدة واحدة من الفولة وبنشوف كده ايه كل الفول اللي جواه بنشيله عشان نفزقه، عشان نعمل احلى فولية جميلة جدا ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك. طبعا عايزة اقول لكم ان الفولية دي من الاكلات الجميلة جدا اللي احنا كمان كلنا بنحبها. بحبها بصراحة، اكلها كده بناكلها مطبوخة، ما بنحبش ناكلها وهي ايه يعني خضرة كده. في ناس طبعا بيحبوها ياكلوها جنب جبنة، بيحبوا ياكلوها كده جنب الفطار مثلا فول وطعمية. انا بصراحة من الناس اللي بتحبها قوي وبتعشقها وهي مطبوخة. طبعا يعني هي اكلة بسيطة وخفيفة، بس ريحتها بتكون جايبة اخر الدنيا. وبجد والله العظيم مش كلام، هي فعلا حلوة ومفيدة جدا، ولازم تعمليها لولادك. لو ولادك بيقولوا لك لا يا ماما مش بتحب الاكل ده، قولوا لهم لا دي جميلة ولا مش عارفة يعني لازم تاكلوها وتاكلي ولادك خضار، لان الخضار حلو ومفيد جدا. مش هنركز على البرجرات والكريب والحاجات دي، لا يا جماعه والله اهم حاجه ناكل خضار كتير، وعشان ولادنا كمان يبقوا بصحه كويس وتكون يعني كده ايه مستقبلهم حلو كده وعندهم صحه كويسه. تمام. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الفولة حقنة جدا وكبيرة ومليانة، يعني الفولة من جواها مليانة. طبعا هو الفول خلاص كده استوى زي ما انتم ما شايفين. نقدر بقى نمسك شوية فول كمان ونحطهم في الفريزر. عايزة مثلا ايه تغلي المية وتسقطيه فيه وترجعي تحطيه في مية مثلجة وترجعي تعبيه في اكياس وتشيلي في الديب او في الفريزر. كمان تقدري تعملي بيه الفول قصدي اللهم صل على النبي، الطعمية الخضراء. تقدري تعملي بيها الطعمية الخضراء بتبقى جميلة، بس تشيلي القشرة البيضة اللي من بره دي وتستخدمي الفولة من جوه اللي هي لونها اخضر. تمام بيبقى حلو قوي برضو. تقدري تشيليه مثلا في الفريزر تطبخيه في اي وقت انت حباه. بجد هو سعره رخيص جدا، يعني هو ب10 جنيه كيلو، يعني ما شاء الله ما هيجي على فايدته وعلى طعمه جميل. بجد حلو قوي ما شاء الله. عايزه بس اقول لكم هي دي طريقتي في ان انا بفزقه وطبعا انا كنت جايبه كميه، انا تقريبا كنت جايبه بتاع 3 كيلو، لان احنا لما بنعمل فوليه بنجيب كميه عشان بتكون طعمها حلو. عندي بقى اللهم صل على النبي، عندي حله على البوتاجاز فيها توم مفروم. انا بدقه في هون، تقدري تعمليه في كبه، تقدري لو عندك اللي هي الهراسه الصغيره دي اللي هي بتاع التوم اعملي بيها اي حاجه او بالطريقه اللي انت بتحبيها. نزلت بشويه زيت صغيرين، زيت ذره، وهبتدي بحته ايه قطعه كده ايه زبده بلدي. نزلت بيها وهبتدي اقلب زي ما انتم ما شايفين كده ما شاء الله. عايزه اقول لكم انا بحب قوي ريحه التومه وهي على البوتاجاز، بتكون ريحتها جايبه اخر الدنيا ومفحفحه. وكمان لما بندقها بايد الهون بتدي يعني التوم بينزل منه الزيوت اللي فيه، بيدي ريحه حلوه قوي. انا من الناس اللي بتحب التوم ما يتفرزش في الفريزر، بيدي بيبقى زي ما هو طازه. احسن حاجه الحاجه الطازه في وقتها. التومه مجرد بس ما تاخد معانا لون اصفر كده زي ما هتشوفوا معايا، هبتدي كده الحله اللي جنبية دي على البوتاجاز فيها شوربه. هبتدي بقى انزل بيها بشوربه لحمه، شوربه فراخ،
شوربة بط اللي موجودة عندك اعملي، مش عندك خالص شوربة تقدري تحطي مية ومرقة دجاج، بجد هتبقى برضو طعمها حلو. هنزل بكمية الشوربة معايا، وببتدي أول ما تبتدي تغلي معايا هنزل بقى بيهم بالفول بعد ما يكون اتغسل، لأن طبعا زي ما انتوا شايفين ان انا في شوية فول كده مكسراهم كده، الفولة اللي هي الرفيعة بكسرها حتت كده صغيرة زي ما انتوا شايفين. هنزل بكمية الفول اللي عندي كلها، وهبتدي اسيب الفول كده يستوي براحته في الشوربه اللي احنا عملناها، اللي هي مكونه من الثوم المتقلي كده بالزيت والسمنه البلدي، وهبتدي اسيبه بقى يستوي براحته خالص. تمام. وهو على النار كده انا جبت طاسه، ابتديت نزلت بيها بسمنة برضو بلدي وشوية زيت صغيرين، زيت ذرة كده، عشان السمنة وحديها مش هتنفع او الزبدة وحديها مش هتنفع، لازم عشان ما تتحرقش معاكي الزبدة تنزلي عليها بشوية زيت على طول. وتعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه. يكون عندك كزبرة، شوية كزبرة حلوين 4 ربط كبار، وتنقي منهم الورق بتاعهم بس، وتشيلي العيدان مش هنستخدمها. تمام. بتبتدي بقى نحرك بقى في الخضرة دي، يعني هنخليها نقلي الخضرة دي زي ما انتم ما هتشوفوا دلوقتي. طبعا مجرد ما حطينا الخضرة وهنقلبها قلبتين هتدبل كده من حرارة النار والزيت والسمنة اللي فيهم، هتدبل بقى وهتلم كده وتكش، وهتبتدي حجمها بيقل. عشان كده بقول لكم عندكم خضره كتير اعملي خضره كتير. وزي ما قلت لكم تقدروا كمان ممكن تفرزوا، اللهم صل على النبي، الخضره دي تفرزوها ازاي؟ ممكن تفرزوها زي ما هي خضره، مثلا هتخرطوها بالمخرطه، او تمسكيها كده تقرطفيها وتعمليها زي ما انا ما عملتها كده، تبقى جاهزه على طول للاستخدام بالخضره كده. وهنحط كمان عليها توم، بس مش هستنى على التوم دلوقتي، يا دوبك بس الخضره تدبل، يعني ما حطيتهاش على طول. اول ما حطيت الخضره نزلت التوم، لا، نسيب الخضره الاول تبتدي تدبل شويه، وبعدين ازود شويه زيت صغيرين. حسيت كده ان الخضره محتاجه شويه زيت صغيرين، ضفت لها. وطبعا عايزه اقول لكم التومه بتاعه الخضره اللي انا بحطها على الخضره مش بخليها صغننه خالص عشان تستحمل معانا التقلبه كده، وعشان ما تاخدش لون قبل الخضره. تمام. هنفضل نقلب لحد امتى في الخضره دي؟ لحد ما نلاقي واحنا بنقلب ابتدى الخضرة معانا تاخد اللون الغامق، مش اللون الاخضر الجميل ده، لا، هتاخد اللون الغامق. ولحد كمان ما تبتدي تخرخش معانا كده واحنا بنقلبها. يعني الخضرة بتكون بدأت تخرخش وانتي بتقلبيها كده بالمعلقة او الاسباتيولا او اي حاجة، تبتدي تخرخش. طبعا هي دلوقتي لسه، هوريكم برضو ازاي، او وقت ما هي تكون خلاص بدأت تخرخش. والتومة لازم تكون لونها اصفر، ما تغمقش منك وتتحرق، عشان لو اتحرقت هتمرر. تمام. والنار تبقى هادية. وكده الفول عندي كان استوى، بدأ دخل على سوا. عملت مسكت شوية رز صغيرين، يعني كبشة الايد كده، غسلتهم وضفتهم على الفول. لو حابة تضيفي رز ضيفي، لو مش حابة تضيفي رز دي حاجة ترجع لك. الفولة بدأت تستوت معايا وبقت زي الزبدة، ما شاء الله، الله أكبر، فعلا بقت ريحتها حلوة وطعمها فعلا جميل. مسكت فولية كده وابتديت زقتها معايا، يعني لقيت ان هي خلاص استوت. تمام. يعني كده تمام. بس هبتدي اوطي عليها شوية صغيرين، وهستنى عليها شوية لحد ما الخضرة معايا تخلص خالص. نزلت بشويه الفوليه دي بقى ما بيتحطلهاش توابل، هو ملح. لو الشوربه معاكي مش حقيقه ضيفي ملح وكمون، ممكن شويه كزبره صغيرين، بس مش بتحتاج اكتر من كده، ولا فلفل اسود ولا اي حاجه، ما تضيفيش اي حاجه زياده عن كده. نرجع تاني للخضره بتاعتنا اللي انا لسه سايباها على النار وبقلبها. طبعا زي ما قلت لكم النار هاديه مش عاليه. تمام. لو النار عالية ممكن تحرق لك التومة ومش هتديكي نتيجة مفضلة. النار تبقى متوسطة كده او مايلة للهادي. منه الخضرة هتبتدي تهدى كده شوية، وتبتدي تاخد بقى وقتها، وتاخد تشويحة
التشويحة دي هتخليها بتقرمش كده او تخرخش منك وانتي بتقلبيها. هي برضو لسه ما وصلتش للي انا عايزاه. حبايبي لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو، يا ريت ما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم. يلا بقى على طول انزلي اعملي لايك كده من عندك وانتي قاعده كده بتتفرجي عليا، واشتراك لو انتي لسه ما اشتركتيش معايا في القناه. تحت القناة هتلاقي كلمة اشتراك، هتدوسي عليها وبعد كده هيظهر لك حاجات كده، هتدوسي على الكل، يبقى انت كده فعلتي تنبيهات الجرس للكل عشان يوصل لك اشعار بأي حاجة بنزلها اول باول. ويا ريت تتابعوني في كل حاجة بنزلها. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. انا كده خلاص معايا الخضرة بدأت وخلاص قربت بقى تستوي كده. بصي لو عندك شوية خضرة مكتلين مع بعضيهم، حاولي تفرفتيهم كده وتفكفكيهم من بعض عشان ما يبقاش شويه مكتلين في بعضيهم. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله التومه ما خدتش لون غامق، هو اللون الاصفر الجميل دوت هو ده اللي انا حباه. طبعا جميله جدا. وفعلا انا عايزه بس اللي هي النقطه ان انا اوريلكم وصلت معايا لحد فين. تمام. هي طبعا شايفين انا بمسكها كده هي طريه في ايديا، فانا بقى هسيبها لسه شويه. تعالوا بقى نشوف هي امتى لما تكون استوت. اهي يا جماعه خلاص كده استوت معايا وخدت لون بيخرخش كده وجميل ما شاء الله. التومه لونها اصفر مش غامقه، هتديكي طعم في منتهى الجمال اقسم بالله. تحفه 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 يا جماعه والله العظيم. اللي ما بيعملش الفوليه فاتوا كتير. الفوليه خضره من الاكلات الجميله المصريه بتاعتنا القديمه جدا اللي بجد والله العظيم وانت ماشيه في الشارع كده اي واحده طبخه فوليه بالطريقه دي بجد والله العظيم هتجيب لك الريحه من اخر الدنيا. يا سلام لما تكوني عامله الطريقه دي عفوا، تبقى عامله فوليه كده اولادك يدخلوا البيت كده الله يا ماما شامين ريحه حلوه قوي بجد. بتكون ريحه الفوليه. مسكت بقى حطيتها في الكبه بتاعتي بتاعت المطحنه بتاع التوابل. ابتديت خدتها فرمه كده على السريع منها هتنعم. ولو انت مش عندك كبة او الكبة بتاعت الخلاط بتاعتك بعافية او فيها حاجة، هتبتدي في طاسة ألمونيا وبإيد الهون ابتدي اطحني بقى زي اجدادنا زمان كانوا يمسكوا كده ما كانش عندهم خلاطات. فالطريقة دي بتاع زمان. تمام. بيمسكوها كده يطحنوها بايديهم بس كده اوفر علينا واوفر وقت كمان ومش هتاخد وقت يعني ولا اي حاجة في كبة الخلاط. المطحنة الصغيرة دي بتاع التوابل هتخليها لك زي الفل هتنعم معاكي وتبقى حلوة قوي. شايفين عاملة ازاي ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك. حلوة قوي. هو ده القوام بتاعها المطلوب. هنرجع بقى عندنا على الحلة بتاعتنا وعلى الفول اللي احنا عملناه الجميل ده. هنرجع بقى ننزل الخضرة بتاعتنا اللي عملناها مع بعض. هننزلها على الحلة وكده تمام جدا. هتبتدي تغلي غلوتين وهي عليها الخضرة. وبألف هنا يا جماعة والله العظيم هتاكلوا أحلى فولية بالخضرة. فعلا حلو. عايزة أقول لكم الفولية ما بيتحطلهاش طماطم. لو عايزة تحطي حباية واحدة بعد ما تقلي التومة في الأول خالص بعد ما تقلي التومة خالص في الأول خالص ماشي. ما تحطيش طماطم. هي بتبقى طعمها حلو قوي. حبيتي تحطي يبقى واحدة بس. تمام. وكده خلاص خلصت معايا الفولية وهبتدي بقى اغرفها وتبقى فعلا ما شاء الله اكلة جميلة جدا بتتاكل جنب شوية رز حلوين. رز ابيض. ولو حابة تحطي شوية رز زي ما انا حطيت رز صغننين كده في الفول ضيفي مش عايزة خلاص ده يرجع لك. تعالوا بقى نشوف الفول القمر بتاعنا. شايفين ما شاء الله فول زبدة زبدة يا جماعة. والله الله أكبر اللهم بارك. والخضرة حلوة على وشها كتيرة مش قليلة بجد. كتري في الخضرة بتدي طعم حلو قوي. وكمان الفولة اللي هي متقطعة الخضرة باللون الأخضر بتاعها اللي هي من بره
القشرة الخضراء بتاعتها من بره فعلا حلوة وطعمها جميل. لو مش حابة تعمليها وتفزقي كله براحتك، وده يرجع لك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبألف هنا يا حبايبي. يا رب كل اللي يعمل اي وصفة من وصفاتي يعمل لي بقى كومنت حلو من عنده بقى كده، ويقول لي ايه الطريقة بتاعتي، عملوا فيها ايه. ولو انت بتعملي فعلا الطريقة دي برضو اكتبي لي في الكومنتات. ولو انت عايزة اي حاجة اعملها لكم اكتبي لي، وان شاء الله باذن الله هحقق لكم كل اللي انتوا عايزينه. يا رب يعجبكم الفيديو. بألف هنا يا حبايبي، مع السلامة.